تعالوا النهاردة نعمل فراخ مشوية تحت شواية الفرن بتتبيلة خطيرة، والفراخ هتطلع دايبة عشان هنحطها في محلول نقع هيخلي الفراخ بتدوب في البق. بس يا ريت قبل ما ابدأ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ كده. في الاول الفرخة جبتها غسلتها كويس وشلت منها اي زوايد ممكن تعملي زفارة، الحتة اللي من تحت والاطرف بتاعة الاجنحة والكبدة اللي هي الحتة اللي شبه الكبدة اللي بتبقى في الورك دي، كل ده شيلته. غسلتها بملح وليمون ودقيق، نقعتهم فيها شوية، وبعد كده عملت لها محلول نقع تاني. ده بقى قعدته فيها 4 أو 5 ساعات، عبارة عن مية، لتر مية، حطيت عليه ربع كوباية سكر كده وزيهم ملح ومعلقة جنزبيل كبيرة. المحلول ده سبت فيه الفرخة 4 أو 5 ساعات. جيت بعد كده طلعتها من المحلول ده، شلت السلسلة بتاعة الظهر وشققت الصدر كده عشان يوصله التتبيلة، وبرضو قطعت الورك اديتله شقة كده عشان التتبيلة توصل لحد جوه. هاجي بقى احضر التتبيلة. عندي هنا بصلاية كبيرة، احط كمان طماطمايه، واحط عليهم نص واحدة فلفل رومي احمر، انا بخزنه في الفريزر. حطيت كمان معلقتين دبس رمان وكام فص توم كده 3 مثلا، وعصير ليمونة واحدة. حطيت كمان معلقتين كده زيت او 3. حطيت بقى فلفل اسود وبهارات فراخ ونص معلقة جنزبيل، رشة قرفة صغيرة، ومعلقة بابريكا كبيرة، والملح بقى ظبطوه حسب الرغبة. حطيت كده شوية مية عشان بس يجرولي الخلاط، وهنفرم كل ده بقى في الخلاط عشان انا عايزاه ناعم جدا. بصوا بقى شبه العصير. بس جبت كده بقى الفرخة هنزل عليها التتبيلة دي، وادعك بقى التتبيلة دي في كل حتة في الفرخة من تحت الجلد، وهغطيها وادخلها التلاجة ليلة كاملة. يعني انا تبلتها بالليل، جيت عملتها تاني يوم الصبح، كان مثلا على المغرب كده. كل ما تتصفي التتبيلة كل ما الطعم هيبقى تحفة. بس تبلتها كده كويس، هدخلها بقى التلاجة. جيت بقى تاني يوم جبت صينية كده فيها شوية مية، حطيت معاهم معلقة خل عشان الصينية بس ما تسودش، وجبت الشبكة حطيت عليها الفرخة. هدخلهم بقى على فرن تحت الشواية، مش هولع الفرن من تحت، هولع الشواية من فوق تكون هادية وعلى الرف اللي في النص. عقبال كده بقى ما تستوي، تعالوا نعمل سلطة طماطم، بس سهلة جدا وحلوة قوي قوي قوي. الصوص بتاعها ده بيبقى تحفة. جبت كده طبق حطيت فيه معلقة سكر وربع معلقة ملح، حطيت 5 معالق خل و5 معالق زيت، حطيت رشة فلفل اسود ورشة كمون، وهقلب بقى كل دول مع بعض لحد ما السكر يدوب هو والملح. قطعت عليهم بعد كده بقى كام عود بقدونس الورق بس، وهقطع عليهم كمان طماطميتين شرايح بقى او مكعبات. انا بحبها شرايح شرايح رفيعه خالص كده بتبقى حلوه قوي. اللي لسه ما عملش سبسكرايب ولايك يا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك. هقلبهم كده في بعض بقى واسيبهم على جنب شويه، بس ما نطولش عليها علشان الطماطم ما تتبلش من الخل. ده بقى شكل الفرخه بعد ما استوت، دايبه وخطيره. بس انا مش عارفه امسكها من كتر ما هي سخنه، حتى كنت خايفه تتهربد مني وانا بطلعها. عملت جنبهم كمان شويه ملوخيه كده تحفه، وشويه رز بالشعريه. بصوا بقى الفراخ مستويه جدا وما فيهاش دم من جوه عشان هي مستويه خالص. بصوا عند العظمه اهي مفيهاش دم خالص ومستويه ودايبه، بس انا مش عارفه امسكها
عشان سخنة جدا. وبس كده، دي كانت وصفة النهاردة. لو عجبتكم متنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب. باي.